يا أهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة. وحضر بقى كوباية القهوة المظبوطة وركز معايا، عشان النهاردة احنا مش جايين نتكلم في أي كلام، احنا جايين نغير سيستم دماغك للأبد. عارف ايه الفرق الحقيقي بين الشخص اللي بيفضل طول عمره يطحن في ساقية وبين الشخص اللي بيقدر يوصل لمرحلة الروقان المادي؟ الموضوع مش بس حظ ولا واسطة، الموضوع كله في الزتونة اللي هقولها لك دي. الأثرياء مش بيشتغلوا عشان الفلوس، هم بيخلوا الفلوس هي اللي تشتغل عشانهم. تخيل معايا كده، معظم الناس بتتعلم وتتخرج وتجري تدور على وظيفة. ليه؟ عشان خايفين ما يبقاش معاهم فلوس، وعندهم رغبة يشتروا عربية ويسكنوا في شقة حلوة. فيقوموا يقعوا في فخ الراتب، يفضل يبيع 8 ساعات من يومه كل يوم مقابل مبلغ ثابت، ولو بطل يشتغل الدخل بيقف. ده يا صديقي اسمه سباق الفئران، بتجري في مكانك والوقت بيسرقك. لكن الثري بيفكر بطريقة تانية خالص، بدل ما يسأل ألاقي وظيفة فين، بيسأل إيه اللي ممكن أعمله ويجيب لي فلوس وأنا نايم. وده اللي بيسموه الأصول، يعني مشاريع، أسهم، عقارات، أو حتى ملكيات فكرية زي كتاب بتألفه أو محتوى بتصنعه، بيفضل يدر عليك دخل سنين قدام. خد عندك المثال ده عشان المحرر اللي جوايا يربط لك الخيوط ببعضها. روبرت كيوساكي وهو صغير لما بدأ يتعلم الدرس ده، عمل هو وصاحبه مكتبة قصص من مجلات قديمة كانت هتترمي. الأطفال في المنطقة كانوا بيدفعوا اشتراك بسيط عشان يدخلوا يقروا. هنا روبرت وصاحبه ما كانوش بيشتغلوا بإيديهم، هم عملوا نظام، والفلوس بدأت تدخل لهم وهم بيلعبوا. المشكلة يا صديقي إن الوظيفة فخ ناعم، بتديك أمان وهمي وتخليك تنسى إنك بتبيع أغلى حاجة عندك وهي وقتك. الراتب اللي بتاخده ده مش مقابل شطارتك، ده مقابل الساعات اللي قضيتها، بدليل إنك ممكن تلاقي واحد زميلك ما بيعملش حاجة وبياخد زيك بالظبط، لأنكم بعتوا نفس عدد الساعات. عشان كده الحل مش إنك تسيب شغلك النهاردة، لأ، الحل إنك تبدأ تستخدم عقلك وتدور على أصول تبنيها. اتعب النهاردة في بناء مشروع أو صناعة محتوى أو استثمار بسيط، عشان بكرة المال هو اللي يعمل من أجلك. وفي النهاية افتكر إن التغيير بيبدأ من المنظور الفكري. لو فضلت شايف إن الوظيفة هي المصدر الوحيد والآمن، هتفضل مكانك. لكن لو بدأت تبص للمال كأداة بتشتغل عندك مش العكس، وقتها بس هتعرف طريق الحرية بجد. أشوفكم الحلقة الجاية، وعاش يا وحش. خليني أسألك سؤال. انت النهاردة أول ما صحيت مسكت موبايلك ليه؟ ودخلت الحمام غسلت اسنانك بأنه ترتيب؟ ورحت شغلك من أنهي طريق؟ لو فاكر انك مختار كل ده، فالمحرر اللي جوايا بيقولك انك غلطان يا صديقي. الحقيقة ان 95% من اللي بنعمله يوميا هو مجرد عادات متخزنة في عقلك الباطن، وانت بتعملها اوتوماتيك وانت مش حاسس. النهاردة هنشرح زتونة كتاب العادات الذرية لجيمس كلير. جيمس بيقول لنا ان العادة مش مجرد فعل بنكرره، العادة دي مركبة وليها شفرة، لو عرفتها هتقدر تفك أي عادة وحشة وتبني أي عادة حلوة. بص يا سيدي، العادة بتتكون من 3 مراحل زي ما شرح تشارلز دوج وجيمس كمل عليه. الإشارة دي الطلقة اللي بتبدأ السباق، رنة موبايلك، ريحة القهوة، أو حتى إنك خلصت أكل. السلوك ده الفعل نفسه، إنك تفتح الموبايل أو تولع سيجارة أو تفرش اسنانك. المكافأة دي الحلاوة اللي عقلك بياخدها في الآخر، دوبامين، راحة، استرخاء. عارف ليه ستاربكس أو ماكدونالدز ناجحين؟ لأنهم بيلعبوا على الإشارة دي. المحلات بتبقى نفس الديكور ونفس الريحة في كل حتة في العالم، عشان أول ما عينك تشوف اللوجو عقلك الباطن يدي إشارة، أنا عايز قهوة دلوقتي، فتروح تطلب من غير ما تفكر. الخطر فين بقى؟ الخطر إنك لو مبرمج عاداتك غلط، فأنت ماشي في طريق الهوية وأنت مبسوط. السيجارة اللي بعد الأكل دي مش احتياج نيكوتين، دي عادة ارتبطت بإشارة، خلصت أكل. طب إيه الحل يا دحيح؟ الحل إنك تبدأ بعادات ذرية، يعني حاجات صغيرة جدا لدرجة إنك ما تقدرش تقول لها لأ. عايز تقرأ؟ اقرأ صفحة واحدة بس كل يوم. عايز تلعب رياضة؟ العب دقيقتين بس. ليه؟ لأن الهدف مش إنك تخلص الكتاب، الهدف إنك تبرمج عقلك الباطن إنك بقيت قارئ. عارف يا صديقي، عاداتك هي اللي بتحدد أنت مين. لو عاداتك بتدفعك للأفضل 1% كل يوم، بعد سنة هتكون أحسن ب37 ضعف، ولو العكس هتلاقي نفسك في الحضيض. يا صديقي، حياتك اللي بتعيشها النهاردة هي نتيجة عاداتك في ال10 سنين اللي فاتوا، وحياتك بعد 10 سنين هي نتيجة اللي هتبدأ تبرمجه النهاردة. المخرج اللي جوايا بيقول لي كفاية كده النهاردة، وروح ابدأ صفحة واحدة في أي حاجة بتحبها.
نشوفكم الحلقة الجاية، وما تنساش انت مش بمزاجك، انت بمزاج عاداتك. سلام. احنا النهاردة هنفتح الخزنة ونعرف الفلوس بتيجي منين وبتروح فين. موضوعنا النهاردة ببساطة هو التدفق النقدي الرباعي. ازاي تعمل فلوس وانت نايم؟ تخيل معايا لو لمينا كل الفلوس اللي في العالم ووزعناها بالتساوي على كل البشر، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ الدراسات بتقول ان بعد فترة قصيرة الفلوس دي هترجع لنفس الجيوب اللي كانت فيها. الفقير هيرجع فقير والغني هيرجع اغنى. ليه؟ عشان الموضوع مش في كمية الفلوس، الموضوع في عقلية التعامل مع الفلوس، او اللي بنسميه التدفق النقدي. النهاردة هنشرح الزتونة من كتاب روبرت كيوساكي، نمط التدفق النقدي الرباعي. الموضوع باختصار، بص يا سيدي، العالم اتقسم ل4 مربعات للفلوس، ولازم تكون في واحد منهم او اكتر. مربع الاي، الموظف، ده اللي بيبيع وقته ومجهوده مقابل مرتب. لو بطل يشتغل الدخل بيقف، ده اللي بنسميه دخل ايجابي، تعبت فخدت. مربع الاس، العمل الحر او المهني، زي الدكتور، المصور او صاحب محل صغير. انت هنا مدير نفسك، بس لو اخدت اجازة دخلك بياخد اجازة هو كمان. انت لسه في دايرة الدخل الايجابي المرتبط بوجودك. مربع البي، صاحب البيزنس الكبير، هنا بقى اللعب التقيل. انت بتمتلك سيستم وشغال فيه ناس اذكى منك، لو سافرت سنة السيستم هيفضل شغال ويجيب لك فلوس، ده بداية الدخل السلبي. مربع الاي، المستثمر، ده الوحش بتاع اللعبة، الفلوس هي اللي بتشتغل عشانه، بيحط فلوسه في اسهم، عقارات او مشاريع جاهزة وبياخد ارباح وهو قاعد حاطط رجل على رجل. الزتونة فين؟ الزتونة ان 80% من الناس محبوسين في المربعين اللي على الشمال، اي واس، ودول دخلهم مرتبط بوجودهم الشخصي. اما ال20% الاذكياء فهم اللي بيحاولوا ينقلوا نفسهم للمربعات اللي على اليمين، بي واي. عارف يعني ايه غنى؟ الغنى مش انك تقبض 100,000 جنيه في الشهر وانت شغال ليل نهار، دخل ايجابي. الغنى هو انت تقدر تعيش كام يوم لو بطلت شغل النهارده. لو دخلك السلبي اللي بيجي وانت نايم بيغطي مصاريفك، مبروك يا صديقي، انت بقيت حر ماليا. مفيش مشكلة تكون موظف، ايه، بس الذكاء انك تحاول تخلي جزء من دخلك يروح لمربع المستثمر، اي، حتى لو بمبالغ بسيطة، في اسهم او اصول بتدر عليك دخل. التنوع في مصادر الدخل هو اللي هيخليك تنام مرتاح لو حصل اي ظرف للوظيفة. في النهاية يا صديقي، العلم لا يكال بالبتنجان، كل حرف في المربعات دي هو عالم محتاج مهارات وتفكير مختلف. لو فضلت محبوس في مربع الموظف بس، انت بتعرض امانك المالي للخطر. ابدأ فكر ازاي تنقل نفسك، او على الاقل تفتح باب صغير في المربعات اللي على اليمين. الحلقات الجاية هنفكك كل مربع لوحده ونعرف ازاي ننتقل بينهم. اشوفك بجرعة دوبامين جديدة. سلام. النهاردة احنا قدام قنبلة تطوير الذات، الكتاب اللي مفيش قائمة أفضل كتب في العالم بتخلو منه، العادات السبعة للناس الأكثر فعالية، للعظيم ستيفن كوفي. وحياة خالتك ركز معايا، عشان الكلام ده مش مجرد تنمية بشرية، ده تغيير جذري للسيستم بتاعك كله. بص يا سيدي، المقدمة الصادمة بتقول إيه؟ بتقول إنك لو عايز تغير حياتك بجد لازم تبدأ من الداخل للخارج. احنا هنا بنتكلم عن بناء الشخصية، مش مجرد تلميع للمظهر. ويلا بينا نشوف المفتاحين اللي هيفتحوا لك أبواب النجاح. 1. من الداخل إلى الخارج. ابدأ بنفسك الأول. بص يا صديقي، أغلبنا فاكر إن التغيير لازم يجي من بره، الظروف تتحسن، المدير يتغير، الحكومة تعمل، وده غلط تماما. الزتونة، التغيير الحقيقي بيبدأ من جواك انت. لما تغير انت، كل الظروف اللي حواليك هتبدأ تتشكل وتتغير عشان تناسبك. زي ما كوبرنيكوس غير مفهوم العالم لما قال إن الأرض هي اللي بتدور حول الشمس مش العكس. انت كمان لازم تعكس مفهومك وتعرف إنك مركز التغيير في حياتك. 2. المنظورات الفكرية، العدسات اللي بتشوف بيها الدنيا. عارف النضارة اللي لابسها؟ هي دي منظورك الفكري. لو النضارة مخدوشة أو لونها غامق هتشوف الدنيا كلها كئيبة. المثال الصادم، ستيفن كوفي بيحكي قصة في المترو عن راجل وأطفاله المزعجين جدا. ستيفن كان متضايق وشايف الأب مهمل، بس لما عرف إن أمهم لسه ميتة في المستشفى من ساعة منظوره اتغير تماما. فجأة الغضب اتحول لتعاطف. الدرس، مشكلتك مش في الناس ولا في الظروف، مشكلتك في المنظور اللي بتشوف بيه الأمور. لو غيرت المنظور، تعاملك ورد فعلك هيتغير جذريا. 3. قوة المنظور في التربية والنجاح. ستيفن كوفي بيحكي عن ابنه اللي كان مستواه ضعيف. هما كانوا بيشجعوه ظاهريا، بس من جواهم شايفينه ضعيف ومحتاج مساعدة. لما غيروا منظورهم وشافوه طفل طبيعي ومستقل، الولد اتغير لوحده وبقى ناجح. الخلاصة، اللي بتزرعه في فكرك، منظورك، هو اللي بتحصده في عملك وشخصيتك ومصيرك في الآخر. 4.
نظرية المزرعة، مفيش نجاح بالصدفة. بص يا صديقي، التغيير الجذري مش كبسة زرار، هو زي المزرعة، لازم تزرع وتستنى وتروي وبعدين تحصد. مفيش حد بيروح المزرعة يحصد من غير ما يزرع ويتعب. التحليل: العادات السبع هي السيستم اللي بيخليك تزرع صح عشان تحصد نجاح حقيقي في حياتك الزوجية، المهنية والشخصية. الخاتمة والزتونة: يا صديقي العسل، اسأل نفسك النهاردة، هل المشكلة في الظروف فعلا ولا في المنظور اللي أنا حابس نفسي فيه؟ لو غيرت العدسة اللي بتشوف بيها الدنيا هتكتشف فرص كانت قدام عينك وانت مش شايفها. ابدأ من الداخل وغير منظورك والنجاح هيجري وراك. ونشوفك الحلقة الجاية. سلام يا بطل. احنا النهاردة هنفك شفرة كتاب فكر وازداد ثراء لنابليون هيل، الكتاب اللي لخص خلاصة نجاة أكتر من 500 مليونير في وقته. فكر وازداد ثراء، ازاي تحول خيالك لفلوس؟ خلينا أسألك سؤال بديهي، ايه أول خطوة بتعملها عشان تبني بيت؟ المهندس؟ الأرض؟ العمال؟ لا، الإجابة هي الفكرة. كل حاجة حواليك دلوقتي، الموبايل اللي في إيدك، العربية اللي بتركبها، وحتى ناطحات السحاب بدأت بفكرة في دماغ واحد مجنون قرر يصدقها. نابليون هيل بيقولك لو عايز تبقى ثري ابدأ بإنك تفكر، لأن الثراء والفقر هما نتاج أفكارك في المقام الأول. صلب الموضوع: عشان تحول أي فكرة لواقع ملموس أو دولارات في جيبك لازم تمشي على خطوات الزيتونة. الرغبة العارمة burning desire. الفكرة لوحدها مش كفاية، لازم تحولها لرغبة قوية جدا، زي حاجتك للهوا وانت بتغرق. فاكر قصة بارنز اللي كان عايز يبقى شريك توماس إديسون؟ سافر في قطر بضائع وهو ممعوش مليم عشان بس يوصل لإديسون ويشتغل عنده، وصبر سنين لحد ما الفرصة جت وحول رغبته الواقع وبقى شريكه فعلا. الخيال الإبداعي creative imagination. عشان رغبتك تتحقق لازم تتخيلها بكل تفاصيلها. اقعد مع نفسك في مكان هادي بعيد عن الموبايل والدوشة ومعاك ورقة وقلم. تخيل شكل الثروة اللي عايزها بالظبط، مبلغ محدد، وإيه القيمة اللي هتقدمها للناس مقابل الثروة دي، لأن الفلوس هي مجرد قيمة مخزنة، وحدد تاريخ معين هتحقق فيه الهدف ده. الخطة المنظمة والاستمرارية. نابليون هيل بيقولك المنسحب لا يفوز أبدا، والفائز لا ينسحب أبدا. قصة الراجل اللي كان بيحفر عن الذهب ويئس وباع المعدات وهو على بعد 3 خطوات بس من الكنز، دي عبرة لكل واحد بيقف قبل خط النهاية بشوية. لو خطتك فشلت غير الخطة بس ما تغيرش الهدف، استمر وجرب بطرق تانية لحد ما توصل. قانون الجذب بمفهومه المنطقي، مش شعوذة يا صديقي. الموضوع ببساطة إن عقلك لما يتشبع بفكرة الثراء بيبدأ يلاحظ الفرص اللي حواليك اللي ما كنتش شايفها قبل كده. الفرص غالبا بتيجي في شكل هزيمة مؤقتة أو محنة، والشاطر هو اللي بيعرف يصيدها ويحولها لنجاح. يا صديقي، الثراء بيبدأ من جوه لبره. لو عقلك مش مصدق إنك هتكون ثري مستحيل تكون كده في الحقيقة. حول أفكارك لرغبة ورغبتك لخطة، وامشي ورا خيالك الإبداعي وما تبطلش حفر. يمكن تكون على بعد 3 خطوات بس من الذهب بتاعك. الحلقات الجاية هنغوص أكتر في أسرار العقل الباطن. أشوفك الحلقة الجاية. سلام. أهلا بيك يا عزيزي في عالم دحيح برو. كوباية القهوة بتاعتك في إيدك وتعال عشان الكلام المرة دي تقيل ومحتاج تركيز عالي جدا. موضوعنا النهاردة عن قوة إعادة التفكير. تخيل كده إنك ماشي في غابة وفجأة لقيت نار جاية عليك بسرعة الصاروخ، نار طولها 9 متر وبتاكل الأخضر واليابس. هتعمل إيه؟ البديهي إنك هتجري، صح؟ أهو ده اللي عملته فرقة إطفاء في جبل منجلاك سنة 1949. فضلوا يجروا عشان يوصلوا للقمة ويهربوا، إلا واحد بس، القائد بتاعهم واجنر دوج. الراجل ده عمل أغرب حاجة ممكن تتخيلها، وقف مكانه وولع نار في الحشيش اللي قدامه. زمايله افتكروه اتجنن وكملوا جري، لكن الحقيقة إن واجنر كان العبقري الوحيد اللي نجا. ليه؟ عشان أعاد التفكير. القصة وما فيها. بص يا سيدي، النهاردة احنا مش جايين نحكي قصص بطولات، احنا جايين نتكلم في الزتونة اللي تخليك ما تتحرقش في حياتك زي ما حصل للفرقة دي. الكتاب اللي معانا Think Again أو أعد التفكير بيقولك إن الذكاء مش بس إنك تتعلم وتفكر، لا، الذكاء الحقيقي في العالم المتغير ده هو قدرتك على إلغاء التعلم وإعادة التفكير في اللي انت فاكره صح. عارف ايه المشكلة؟ اننا بنتعامل مع معتقداتنا كأنها عفش بيت ما بيتحركش. بنضحك على الناس اللي لسه بتستخدم ويندوز 95 واحنا شايلين في دماغنا معتقدات من سنة 95 ومصممين انها صح. المؤلف آدم جرانت بيقولك ان في مغالطة مشهورة اسمها غريزة الاختيار الاول. عارف في الامتحانات لما تختار اجابة وبعدين تشك فيها فتقول لا اول اجابة جت في بالي هي اللي صح. الابحاث اثبتت ان 75% من الطلاب اللي بيغيروا اجاباتهم بيغيروها من